كل واحد فينا عنده عادة ومتعود عليها وما بيقدرش يبطلها. ازاي انا اقدر استفيد من العادة دي، وازاي اخلي العادة دي تبقى في صالحي مش ضدي حتى لو كانت العادة دي عادة سيئة، وازاي اخلي العادة دي تطور من مهاراتي ومن امكانيات. اكتر العادات دي العادة المنتشرة جدا بين الناس على مستوى العالم هي السوشيال ميديا واستخدام السوشيال ميديا. النهارده انا هجاوبك على كل الاسئله اللي احنا طرحناها دي، وهقول لك ايه هي طريقه عمل مواقع التواصل الاجتماعي، وازاي استخدامك اليومي على السوشيال ميديا بيأثر سلبيا على شخصيتك وعقلك، ازاي انت تقدر تستغل ده في ان يكون التأثير ايجابي وتستفيد منه. ده بخلاف ان اللي هقول لك عليه لا محتاج جهد ولا تخطيط، لكن بالفعل هتقلب حياتك للافضل باذن الله تعالى. فتابع معايا للنهايه عشان تعرف الاجابه على كل الاسئله دي. ولو انت بتشجع المحتوى الجيد اعمل مشاركه للفيديو ده عشان انت تستفاد وغيرك يستفاد. لو انت متابع السوشيال ميديا زي حالاتي بشكل يومي، اول ما يقابلك منشور سواء مكتوب او مقروء او مرئي، المنشور ده انت استفدت منه او طلعت منه معلومه مفيده، ادخل فورا على حساب صاحبه وابحث جواه على اخر 5 منشورات هو منزله. ولو لقيت اخر 5 منشورات هادفه فعلا، اعمل للشخص ده متابعه فورا، وبعد كده ارجع للمنشور المفيد نفسه، اعمل عليه اعجاب او علامه قلب، وادخل اكتب تعليق، اي تعليق تلاقيه مناسب. في نفس الوقت اعمل شير للبوست ده. طب انا بقول لك كل الكلام ده ليه؟ هتعرف دلوقتي، بس خليك معايا. طبعا انت ممكن ترد عليا تقول لي انا ايه اللي يخليني اعمل كل ده؟ انا يا عم بتابع في صمت وبشوف اللي انا عايزه وخلاص. اقول لك يا صديقي، المتابعه في صمت بتخسرك كتير. لما بتعمل كده مع محتوى بعينه بيظهر لك في المقترحات، بتفضل تتابع المحتوى ده وتتفرج عليه او تكمله للاخر او تتفاعل عليه باي طريقه انت بتتفاعل بيها مع المحتوى ده، فيسبوك او اليوتيوب او لينكد او اي موقع من مواقع التواصل، يفهم او بيترجم بالذكاء الاصطناعي انك بتفضل المحتوى ده، وبيعرف ان المحتوى ده بيشدك وبيجذبك، فبيرشح لك المحتوى نفسه والمحتوى الشبيه ليه. اما مع اعداء او ما دون ذلك من المحتويات الثانيه يحجبوا عنه. بالتالي مع مرور الوقت والتفاعل مع المحتوى المعين اللي انت بتشاهده، اذا كان المحتوى اللي انت بتتابعه محتوى هادف او انت بتستفاد منه، انت كده بترشح لنفسك بيئه شبه آمن. بتزيد وعيك وبالتدريج هتلاقي أفكارك بتتغير، لأن عقلك اللاواعي بيتأثر بالحاجات اللي انت بتشوفها دي أو الحاجات اللي انت بتسمعها. فتدريجيا هتلاقي نفسك إيجابي وبتفكر بطرق مختلفة وبتنتج أكتر على مدار اليوم. ومع مرور الوقت هتلاقي إن دماغك اترتبت بشكل أفضل وأفقك أصبح أوسع. يعني زي ما قلنا في الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده، إن احنا بما إننا بشر وبنتأثر بالبيئة أو المحيط اللي احنا حاطين نفسينا فيه، فبشكل تدريجي ومن غير مباشر ومن غير ما تحس هتلاقي كل ده بيأثر فيه. طبعا البركه في خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي بتطبقها منصات السوشيال ميديا والمواقع، احدث ما وصل اليه العلم الحديث، واللي حرفيا بتذاكرك مع كل دقيقه انت بتقضيها على مواقع التواصل عشان تخليك موجود عليها اطول فتره ممكن. هنا يجي سؤال، انا ايه اللي يخليني اتقدم واتطور من متابعتي للمحتوى الهادف على منصات السوشيال ميديا؟ اولا انا كصانع محتوى اقدم لك خلاصه التجارب الحياتيه والعلميه بين ايديك في صورة محتوى مقروء أو مسموع أو مرئي. المحتوى ده طبعا أنا بتعب فيه جدا عشان خاطر أقدم لك خلاصة كل ده، سواء أنا أو غيري من المحتويات المفيدة. وأنا لما بجيب لك ده بجيبه لك من خلال قامات علمية وبحثية، مؤثرين عالميين بتعلم منهم كل اللي أنا بقدمه لك أو غيري بيقدمه لك على منصات التواصل من المؤثرين واللي بيقدموا محتوى هادف ومفيد. فبنقدم لك خلاصة تجاربنا وأفكارنا قراءاتنا وبحثنا عن الحاجات المفيدة دي وبنقدمها. ده اللي هيخليك تتأثر تدريجيا من خلال العقل اللاواعي أو ذاكرة المدى البعيد، يصنع منك الفارق على المدى البعيد بإذن الله. طبعا مش محتاج أقول لك إن حضرتك لو تابعت المحتوى التافه أو الهابط أو حتى الجنسي هيحصل معاك عكس كل اللي انا قلته ده بالظبط. تدريجيا هتلاقي نفسك بتنزل معاه للمستنقع سواء فكريا او حتى ثقافيا. وبرضه مش محتاج اقول لك ولا اذكرك بان سيدي وسيدك الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا نتنه، او كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا بقى أفضل جليس على مستوى العالم لينا إحنا كمجتمع حاليا هو الموبايل ومنصات السوشيال ميديا على الموبايل. فحاول تخلي الجليس بتاعك يأهلك للأفضل أحسن ما يجرك للمستنقع. في الآخر دي أزواج وأنت وزوجك.